لما ربنا يديك نعمة اوعى تسيبيها احسن تزول منك، واوعى تستقل النعمة ربنا اداها لك، افرح وارضى بيها حتى لو كانت قليلة. واوعى تنسى ان انت النهاردة في المكان اللي انت كنت بتدعي بيه ربنا امبارح ان انت تبقى فيه دلوقتي، بس انت اللي ناسي وملهي باللي جاي، باللي عايزه بكرة، ملهي بصراعك مع الدنيا. هعمل ايه بعدين وايه الخطوة اللي جاية؟ بس ده لان الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان بينسيك الدعوات اللي انت طلبتها من ربنا وحققها لك عشان بس تحس انها جت بشطارتك او يمكن صدفة، لكن الحقيقة انه كله من عند الله عز وجل، ولسه ربنا شايل لك خير كتير قوي. فما تنساش تحمد ربنا على نعمه ورزقه ليك مهما كان قليل. رب العالمين بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم. هتقول لي افرح ايه بس؟ مش شايفة الغلا اللي احنا فيه؟ يا ابني افرح، افرح انك قادر دلوقتي حتى انك تبلع ريقك، دي نعمة كبيرة قوي غيرك محروم منها. وعشان تحس بده تخيل معايا انك مش قادر تاخد نفسك، ولا مش قادر تمشي على رجليك، ولا مش قادر تناول نفسك كوباية المية. احمد ربك انك قادر تسمع مني دلوقتي الكلمتين دول، فهمهم وبتعقلهم، اقسم لك بالله دي نعمة كبيرة قوي ما تتقدرش بتمن، لان في غيرك على قلبه غشاوة، لا سامع ولا شايف ولا عارف يعقل. ده في نعمة كبيرة، كفاية ان ربنا اختارك من بين خلقه عشان تسمع مني الكلمتين دول. احمد ربنا. انت ما عندكش مرض ولا عندك، انت ما عندكش انت عندك كليتين شغالين، وغيرك بيغسل في الاسبوع 3 مرات، كبدك شغال، وغيرك في غيبوبة كبد. الصحة يا جماعة، الصحة ما تتقدرش بتمن. انت تعرف ان كل ذرة في جسمك ماشية سليمة بأمر من ربنا، برحمة من ربنا، بنعمته عليك. ولو حصل فيها اي خلل انت هترقد نايم في مكان، مش هتقدر تتحرك. فانت كل ذرة في جسمك دي نعمة كبيرة لازم تشكر ربنا عليها. فاوعى تستقل نعم ربنا عليك عشان بس جيبك مفهوش فلوس، ولا عشان مش عارف تجيب لعيالك كيلو لحمة ولا كرتونة بيض. فلوس ايه ولا اكل ايه اللي انت بتدور عليهم؟ لو حد قال لك خد 1,000,000 جنيه واديني عين من عينيك، اديني كلية من كليتك، ولا يجي لك ألم ولا خوف يسود عليك حياتك، رعب من غير أي سبب كده، هتعرف بالفلوس دي تشتري راحة بالك، تشتري أمنك وأمانك، تشتري صحتك اللي راحت منك؟ يا ابني اوعى تستقل نعم ربنا عليك. انت واقف على رجليك وماشي من غير ألم، غيرك عاجز ومستني حد بس يناوله ان شاء الله كوباية المية ولا حتة لقمة ياكلها. فاوعى تكفر بنعم ربنا عليك ابدا وتحس انك مظلوم في الدنيا دي لمجرد بس انك شايف ده عنده عربية، ولا ده عنده فيلا، ولا ده قادر يأكل عياله كويس. والله العظيم ابدا، انت بس مجرد ان رجليك شايلاك وعندك قلب بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولسان بيذكر الله سبحانه وتعالى بيحمده وبيشكره. والله ده في نعمة كبيرة قوي. كل الحاجات دي تقدر تشتريها بكام ولا منين؟ انت لو حتى عندك بيت يقويك، لو كان حتى أوضة ولا كسوة ستراك مفيش غيرها، مش مهم. الأهم من كل ده إنك عندك رب كريم بيحبك. طبعا الشيطان يضحك عليك ويخليك تستقل نعم ربنا عليك التي لا تعد ولا تحصى. معنى انك وصلت لحد هنا يبقى انت استفدت من الفيديو، بقى انك تفيد غيرك وتعمل لايك وشير عشان تشاركني في الأجر والثواب. أحبكم في الله. هدية محمود.